السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حلقة أحمد فتوح، تجاوزات أحمد فتوح وتجاوزات إمام عاشور وعناصر اللعبة اللي أصبحت شيء مقزز بكل تفاصيلها. بقت حاجة والله العظيم مسخة وتخنق، تحولت من رياضة لديرتي وورك، بيزنس قذر من كل العناصر. إيه يا أحمد يا فتوح، ربنا كرمك ونجاك من قضية كبيرة، تلعب في نادي الزمالك، أصبحت نجم ما شاء الله، ربنا كرمك من واسع ورزقك واسع. ليه؟ عايز توصل لإيه؟ شفنا منك كتير قوي من التمانينات بنشوفها، مش عايزين نقول أسماء يعني أسماء لعيبة، حاجة تحزن، كانوا هيبقوا حاجات كده عالمية ونجوم، من أول عبد الجليل ومحمد عباس ومحمد عبد اللطيف اللي كان أسطورة المهارة اللي لغاية دلوقتي بتضرب المثل بيه، برضه أهمل في نفسه. وعدي بقى بإبراهيم سعيد وعمرو سماكة وكتير كتير كتير كتير. شفت نهايتهم إيه؟ ليه؟ عايز توصل لإيه؟ ليه بتخنقوا الجمهور؟ وإمام عاشور كذلك، بس إحنا ملناش فيه إمام عاشور، دي قصته مع قصة إدارة النادي الأهلي، لكن هو برضه لعيب كورة، لعيب منتخب مصر، يعني يخصنا، يخص مصر. أنتوا بتعملوا كده ليه؟ ما علينا. أصبحت عناصر اللعبة كلها شيء مقزز إلا عنصر واحد بما يرضي الله، تعظيم سلام لجمهور الأهلي وجمهور الزمالك. والله العنصر الوحيد دلوقتي النقي الراقي المخلص المركز اللي فاهم وبإخلاص مش طبيعي الجمهورين ورا ناديهم، حاجة تحترم. طبعا خلافات وده ممكن يكذب وده، لكن في إخلاص وفي نقاء ورقي وتركيز أكنهم بيستفيدوا، مع إن والله العظيم اللعبة كلها قايمة على كتافهم هم. يا عم فتوح، عايز إيه؟ يا إدارة نادي الزمالك عايزين إيه؟ أنا سمعت إن النهاردة ولسه ما اتأكدتش، يعني المفروض المعلومة هتيجي، ان فعلا اتخصم منه 1,000,000 جنيه وتحول للتحقيق. كام تجربه عدينا بيها في النادي اثارت مشاكل وفتنه جوه الفرقه وفي سكواد الفرقه وفي اوضه اللبس بسبب حاجات زي كده. يا جماعه احنا ناس بنتكلم في الرياضه، ده راجل رياضي خلق، خالف مش هقول يتذبح، يتعاقب على جرمه وعلى جسامه الفعل مع الايه، مع العقاب. دي مش اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره. يجري في مره يستخبى من المنشطات، من كشف المنشطات، مره يعمل حادثه وكارثه والعياذ بالله ويكتشف انه بيشرب مخدرات، في رياضي بيشرب مخدرات. لا يعني انا مش فاهمها دي، وعلى الرغم من ذلك ربنا نجاك واستر معاك ولعبت وكنت لسه متسبب في جون ببطوله، انت اللي عملت الاسيست. يا اخي احترم، احترم نعم ربنا عليك، احترم كينونتك ان انت راجل رياضي ولاعيب كره في نادي الزمالك ولاعيب منتخب مصر. والله العظيم اصبحت عناصر اللعبه كلها من مسؤولين لاتحاد كوره لرابطه لاعلاميين، كله شيء متدني، كله بيفكر في البيزنس بس. ماشي، اصبحت الرياضه عموما والكوره بالذات شيء احترافي على مستوى العالم كله، لكن ما تبقاش بتدار بطريقه الديرتي ورك او الديرتي بيزنس، لا يعني ترفعوا فيها شويه. كله متدني، كله بيتصرف على هواه على مصلحته الشخصيه ان كانت، مش ضروري ماديات فلوس كتمنص، لا. ليه اللي عايز يوصل لدرجه معينه، ليه اللي عايز يبقى يعمل شهره معينه لهواه الشخصي ان هو يعني منتمي لنادي معين. الا الجمهورين، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، والله بقى اصبحوا هم العنصر الوحيد النقي في اللعبه، العنصر الوحيد اللي يفرح. لكن غير كده اصبحتوا كلكم شيء مقزز. عمي اصل بيعمل العمليه، واللي يحلف ببنته كذب، واللي يقول لك انا مش عارف مصاب ومش قادر. انتوا بتعملوا كده ليه؟ اتقوا الله في نعم ربنا عليكم، اتقوا الله يا اداره نادي الزمالك. شويه قوه بقى، شويه قوه، شويه حزم، مش كده. بقالنا سنين بنعاني من المشاكل دي، ده شحاته ابو كف جايبها لنا في الثمانينات، الدلع والطبطبه والكلام ده. يا تحترمنا وتحترم الجمهور وتحترم اللي بينتموا للنادي يا عم، 60 سلامه، مش كده. والعناصر اللعبه يعني ارتقوا شويه يا جمهور الاهلي والزمالك، زي ما بتساندوا فرقتكم الناس التانيين دول خليهم يرتقوا عشان انتوا تتبسطوا وتتمتعوا. اللعبه قايمه على كتافكم انتوا، اللعبه قايمه على كتافكم انتوا. ما ينفعش تبقوا انتوا العنصر الوحيد النظيف وكله دايس عليكم انتوا عشان مصلحته هو. اعلوا بدماغكم شويه، افهموا ان هم بيتاجروا بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.